موقف ديمبلي وارامخو من المشاركة في الكلاسيكو. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة ستار سبورت. قبل أن نبدأ نشرتنا نرجو منكم الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم أخبار كرة القدم أولا بأول. وقبل أن نبدأ في التفاصيل، هل سيؤثر غياب ديمبلي على مستوى برشلونة في الكلاسيكو؟ شاركونا بالتعليقات. يساور مسؤولو برشلونة وتشافي هرنانديز المدير الفني للفريق القلق والحيرة، وذلك بسبب الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي. وذكر صحيفة سبورت الكتالونية في تقرير لها أن تشافي يطمع في الاعتماد على ديمبلي خلال مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم 19 من مارس الجاري، والتي ربما تكون حاسمة في مساعي البرسا للتتويج بلقب الدوري الإسباني. وأضافت أن المخاوف في برشلونة من إمكانية استدعاء عثمان ديمبلي لقائمة منتخب فرنسا الذي سيخوض مباراتين ضد هولندا وإيرلندا يوم 24 و27 من مارس الجاري، وذلك في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024. وأوضحت الصحيفة أن مشاركة ديمبلي في 3 مباريات من العيار الثقيل خلال 8 أيام فقط ربما يهدده بانتكاسة جديدة، خصوصا أن الفرنسي غائب عن الملاعب منذ 28 من يناير الماضي بسبب إصابة في الفخذ. ولفتت إلى أن ديمبلي بات أحد ركائز منتخب الديوك، حيث شارك أساسيا في 6 مباريات بكأس العالم الأخيرة في قطر 2022. وختمت تقريرها بأن برشلونة قد يضطر لتأجيل عودة عثمان ديمبلي لحين مواجهة إلتشي في الأول من إبريل نيسان المقبل، وذلك قبل 4 أيام من الكلاسيكو الآخر ضد ريال مدريد في إياب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا. وكشف تقرير صحفي إسباني اليوم عن موقف الأوروغواياني رونالد أراوخو مدافع برشلونة، وذلك من المشاركة في كلاسيكو ليغا أمام ريال مدريد في الجولة بعد المقبلة بعد طرده أمام فالنسيا. وتحصل أراوخو على بطاقة حمراء مباشرة، ما أثار النقاش حول وجوب غيابه مباراتين أمام أتلتيك بلباو وريال مدريد. وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن أراوخو سيكون حاضرا في لقاء الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم 19 من مارس الجاري، وذلك على ملعب سبوتيفاي الكامب نو بشكل طبيعي. متابعينا الكرام، شكرا لكم على حسن المشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس فضلا وليس أمرا.